تابعت الجماهير الرياضية في كربلاء مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الأسترالي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، حيث حملت الجماهير الرياضية تعادل المنتخب الغير مرضي أداء ونتيجة إلى الجهاز الفني واللاعبين. منتخبنا متشتت منقسم أولمبي، لاعبين محترفين، عندنا لاعبين دوري المحلي، دورينا غير منتج لتأهيل لاعب دولي. المنتخب اليوم يعني السبب بسبب دورينا، بسبب الأولمبيات، المنتخب الأولمبي، كل هاي أثرت بناتج سلبي على المنتخب العراقي في تصفيات. أكيد المدرب والاتحاد العراقي، الاتحاد لم يجهز أي معسكر تدريبي ناجح للمنتخب. يعني ملاعبنا جاهزة للعب، يعني هذا ملعب يلعبون بالمنتخب العراقي، ملعب بإيران جاهز، يعني أكبر من هذا الملعب، جاهز لاحتضان مباراة العراق. طالب عدد من الجماهير الرياضية بضرورة إقالة الكادر التدريبي للمنتخب بعد سلسلة الخسارات المتتالية وتعادله في التصفيات، مؤكدين أن بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص المنتخب. يتحملها الكادر التدريبي ورئيس الاتحاد وعبد الخالق مسعود والسيد راضي شنيشي خصيصا، يجب إقالته ونجيب مدرب أجنبي. من نرادي لهم بعد شوية تدريبات، هاي تشكيلتهم شوية غلط بيها، لازم يعني اكو بعض اللاعبين يلعبون بس حرامات راشنيش ما ينزلهم. وبهذا التعادل فقد المنتخب العراقي فرصة التأهل إلى مونديال روسيا عام 2018 بعد أن جمعوا 4 نقاط من 6 مباريات، واضعين أنفسهم في المركز الخامس الذي لا يليق بسمعة وتاريخ الكرة العراقية التي صالت وجالت سابقا، وأصبحنا نتغنى بمنجزاتها الآسيوية والعربية. NRT عربية، حيدر هادي، كربلاء.